يا الفرسان حاصروا الملعب. حرام عليكم يا القوم، شلوا غنامنا وتغزونا. هذا السؤال اسأليه لمقدم قبيلتكم، ليه غزانا وخذ حلالنا؟ انتم اللي بديتوا الغزو والبادي يظلم. يلا يا الراعية انقلعي، يا الربع يلا خذوا الأغنام. لحظة يا الراعية، عاداتنا وتقاليدنا حين الغزو ان الراعية تضم غنمها. ضمي غنمك يلا. ما ضميتيه ليش يا الراعية؟ والباقي خذوا الأغنام يا الفرسان. يلا زيدا الحطب على اللحم عشان يمضي سريع قد القوم يوصلوا. وانتي وش دراش ان المقدم حمود والقوم بيعودون؟ اكيد بيتاخرون للعصر. المقدم حمود كلمني وقال لي لما يرجعوا من الغزو يبغى الغداء. يا بنتي غيثان ما رجع من القناصة؟ يمه وانت صدقتي انه غيثان راح لقبيلة المقدم سلوم لاجل القنيص؟ هو راح عشان يشوف القرنفل. ايش تقولين؟ يشوف القرنفل؟ ايوه يمه. يا خوفي لو قوم سلوم يشوفون غيثان ويسوون نحن مشاكل، ونحن ما نحن ناقصين مشاكل مع المقدم سلوم. اسقيني يا الراعية. خوفتني يا غيثان، وبعدين الناس يقولون السلام عليكم. سلام عليكم. أعطيني الماء ضميان. ها خذ الماء. تسلم يدش. الحمد لله. خذي قربتش. وش فيش يا القرنفلة؟ أشوفش تلفتين يمين وشمال، من ايه خايفة؟ ما انت داري يا غيثان من ايه خايفة؟ ولا انت داري بالمشاكل اللي بين قبيلتنا وقبيلتكم؟ يا قرنفلة حبنا أكبر من كل مشاكل الدنيا. بس يا غيثان اني خايفة لو حد من قبيلتنا يشوفك واقف معي ويروح يكلم بوي. لا تخافي ولا في شي، ولو شافوني بقول لهم اللي جابني لهنا ضبية كنت طاردها إلى المرعى عشان أقنصها. بس البراري مليانة ضبا، ليش بطريقك ما قنصت منها؟ أنا ما جيت أدور على ضبي الفلا، لأنه ما تملي عيني غير ضبية واحدة من ضباع عرب الشناطيب. من يوم شفتها سحرتني بجمالها ورمتني بسهم عيونها وخذت عقلي وأنا أدور عليها. ولقيتها الضبية ولا عادك؟ إيه بالله هي قدامي الآن. بس يا غيثان هذه الضبية اللي تتكلم عنها ما تنقنص لا بسهام ولا برماح، وأكيد إنها معاها أهل، وبدل ما انت جالس تطاردها من مرعى لمرعى روح لأهلها واخطبها. إيه بالله وأني قلت نفس الرأي، عشان كذا أني كلمت أمي يتكلم بوي قريب عشان يجون ويخطبونش من أهلش. سلومة شفت اللي أشوفه؟ نعم ذي القرنفل. من ذا الرجال اللي عنده؟
ذا غيثان ولد المقدم محيمود. والله عيب عليها تكلم رجال غريب مو من القبيلة. دي ما هي المرة الأولى اللي نشوفه معاها، أكيد بينهم سالفة. قصدش القرنفل هو غيثان ابن المقدم محيمود وشباب قبيلتنا ما ملوا عينها. شفتي الفضيحة؟ تحبه وتهواه ونست المشاكل اللي بيننا وبينهم. يلا نمشي، ما علينا من الناس. بس يا خوفي إنه أبوي وأبوك ما يوافقون. أنت داري بالخلاف اللي بينهم ودايما يتشاكون على الشاردة والواردة. إن شاء الله زواجنا يقرب القوم من بعض بين قبيلتي وقبيلتش، وأنا ناوي إني ألقى أبوش وأتودد له وأخليه يحبني. يا ريت يا غيثان. القوم عادوا بالفايد والغنايم، القوم عادوا بالفايد والغنايم، القوم عادوا بالفايد والغنايم، القوم عادوا بالفايد والغنايم، القوم عادوا بالفايد والغنايم. عمتي سهالة، عمتي سهالة. ايش فيك يا مبروك؟ أبشرك عم المقدم محيمود والربع عاودين من الغزو سالمين وغانمين ومعاهم الفايد والغنائم وخيرات الله. بشرك بالخير يا مبروك، ولك من عندي 4 مواعيد. شكرا يا عمتي سهالة، شكرا. والنعم ببوي ورجال القبيلة، والله ورفعوا الراس. يلا يمه، يلا خلينا نعارضهم ونستقبلهم حمران العيون. يلا يا بنت والنعم فيهم. يلا. تهنا لكم الجودة يا مقدم محيمود. يحناك الخير يا ام غيثان، الخير. رفعتم الراس، الله يخليكم ويعافيكم. يا ام غيثان عملي غذاء، القوم جوعانين. أمرك يا مقدم. والسخاني بقلوبهم وهم رفعوا الراس وجابوا الفيل. فين غيثان ما اشوفه؟ غيثان راح لعرض المقدم سلوم، موصوف عضبة يبغى يقنصها. ليش غيثان يتخلف دوم عن الغزو؟ لا تتكلم يا سهل، غيثان ما يحب الغزو، دوب هو يا القناصة. ليش غيثان ما يحب الغزو؟ ما هو رجال كما الرجاجيل؟ وش نقول؟ خله هو عقله. يبا الغدا جاهز، يلا على القعيد. يلا على القعيد. قرنفل ليه تأخرتي؟ يا طشة نمت بالمرعى. نمتي؟ الحين أمش تشوفش وتبهدلش وتبهدلني معاك. وامي وش دراها؟ انت اللي سألتك لا تقولين لها. قرنفل طشة جاهز الغداء؟ ايه جاهز. يا عم شيخة، يا عم شيخة، يا عم شيخة، ايش بك يا سويد؟ وين المقدم سلوم؟ وين المقدم سلوم؟ موجود. بغيتوا شيء؟ ايه اريده في امر مهم. قرنفل ايه دعي على ابوش. حاضر. يابا وش بش القرنفل؟ الشيف سويد بغاك. سويد؟ خير يا سويد، ايش في؟ عرب الشناطيب رسلوني لك، يبغونك تجي اليوم تحضر قعيدة المقدم غانم. عسى ما شر يا سويد. مقدم طايلة الشناطيب المقدم غانم مات الله يرحمه. مات؟ ايه، ويبغون يجتمعون لجل يختارون مقدم جديد لطايلة عرب الشناطيب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سويد، ايه، روح ادعي القبيلة كلها يجون نهر الساعة
لأجل المشاركة في الدفن. أبشر يا مقدم، أبشر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يشهد الله، يشهد الله إني حزين على موته، وموته شر بيصيب القبيلة كلها. سلوم، مرحبا. الموت علينا حق، وهذه إرادة الله. وكما يوم يقولون الحي أبقى من الميت، وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. عسى خير. خير قات، خير قات، من بي الخير ومقدم الطايلة مات. هبلنتي ولا الهبلتي؟ سلوم، مرحبا. دي فرصتك انك تكون مقدم الشناطيب كلها. تدري هذا الكلام ما جاء على بالي ابد. ما شاء الله عليش، ما شاء الله عليش، وفكرش حسن من فكري بألف مرة. ايه طيب وش اسوي؟ ايش تسوي؟ اقول لك ايش تسوي. تشاور ربعك وتقدم نفسك والربع يدعموك. كبر عليش، كبر عليش، وربي يعافيش ان شاء الله. بصير مقدم طايلة الشناطيب. ايه كلها؟ الشناطيب كلها. ومن انت؟ لا المقدم سلوم. سلوم، صقر الصقور، صقور، ومطارد الوعل بقرون، قرون، ومن الدر العراني من اليحور. يحور. قبيلنا ولا ما نقبيلي؟ قبيلي. نستاهلنا ولا ما نستاهل؟ تستاهل يا بعد عيني. الله يرحمك يا مقدم غانم. الفاتحة يا روح المقدم. رحمة الله عليك يا مقدم غانم، ونشهد انك كنت نعم مقدم لطايلة القبيلة. سمع يا مقدم حيمود، والكلام للجميع، ما حد يصرح مقدم الطايلة إلا أنت. هذا الكلام، ما نريد حد غير مقدم حمود. صدقت يا ولدي، وإن كان على الكلام خلي الكلام علينا يا مقدم حمود، نحاول نقنع القوم. وني ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. والآن استعدوا لدفن المقدم غانم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حيا وسهلا بخوي. وينك يا ولدي؟ يمه كان يدور ورا ضبية المقدم سلوم. أنا أشهد إنها ضبية. أقول يمه، أنا شفت القرنفل وبشرتها إنش بتكلمين أبوي مشان موضوع الخطوبة. ها يمه، كلمت يا أبوي؟ أبوك سأل عليك لما رجع من الغزو، والقوم أحرجوه لأنك ما رحت الغزو. غزو؟ والله ما دخلت براسي سالفة الغزو هذه يمه. ليش ناخذ حلال الناس بالقوة؟ والناس ليش ياخذون حلالنا بالقوة؟ كأننا عايشين في غابة. بس يا أخوي هذه عادة القبائل من زمان، والله أنت بغيت تغيرها. والله لو الأمر بيدي لغيرها. خلينا من هذه السالفة ذي الحين. أقول يمها، كلمت يا أبوي؟ لا ما كلمت أبوك، دي الحين بوك مشغول بموت المقدم غانم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. متى مات المقدم غانم؟ اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ابني يا غيثان، بشر يا أباه. ابغاك تجي معي ومع القبيلة عشان نحضر دفن المقدم غانم. بشر يا أباه. يلا بسرعة قف. يمه بعد ما نرجع من الدفن كلم يا أبوي بموضوع القرنفل. إن شاء الله. تسلمي يا أمه، تسلمي. إن شاء الله. محمد رسول الله، لا إله إلا 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 الله. النعمة أظن يا شيخة عرب الشناطيب أنه ما بيختارون مقدم الطايلة للقبيلة غير المقدم حيمود، لأنه الأصلح لها وغيره ما حد. نعم ما قلتي، المقدم حيمود هو الأصلح يكون مقدم الطايلة. وإن جيتي من ناحية العرف بالعادة والسوالف ما حد يعرف كما، وإيده ملانة من خير الله. يمه وش معنى مقدم الطايلة؟ اللي بغيتين بوي يكون مقدم الطايلة. مقدم الطايلة يا نشمية معناه المقدم الكبير فوق كل مقادمة الفخاي، وهم يعتبرونه مرجع لهم.
ها، يعني بوي بيكون مقدم الطايلة على كل فخايض عرب الشناطيب؟ إن شاء الله. إن شاء الله يمه. ولا الضالين. رحمة الله عليك، رحمة الله عليك يا مقدم غانم. أنا أشهد وتشهد جميع عرب الشراطيب وقبائلها الأربعة إنك كنت خير مقدم للطائلة. إيه خير مقدم للطائلة. واليوم يا عرب الشراطيب لازم تختارون واحد منكم يكون مقدم للطائلة. قبل لا تختارون لازم تعرفون إن هذه أمانة، ولازم تختارون الشخص الكفو اللي يصلح يكون مقدم للطائلة. وانتم تعرفون ايش معنى مقدم الطائلة، هو الحكم ومرجع جميع عرب مقادمة الشناطيب. والله يوفقكم لاختيار الأصلح والأنفع، وتفضلوا اختاروا. صدقت يا شوير منصور، مقدم الطائلة لابد يكون الأقدر والأفهم والأصلح للطائلة، والخصال الثلاث دي موجودة في من؟ في أخوكم سلوم. وأنا حاسس ومتأكد من حاسيسي إن عيونكم وقلوبكم مركزة على أخوكم سلوم، وأنا حلفت وقررت إن لا أرد لكم طلب بعد اليوم، وبعتبر نفسي من اليوم من اليوم من الساعة دي أنا مقدم طايلة الشراطيب، شاء من شاء وباء من باء، ويلا عقعيتي بناخذ العزاء. لا عضو سلوم، تريد تاخذنا انا والربع بالغدر والحيله؟ منهم المقادمه اللي اصروا انك تكون مقدم الطائله، تكذبه. سامحك الله، سامحك الله، سامحوه يا جماعه، سامحوه. كذا يا محمود، كذا تكذبني قدام القوم وتفشلني. سلم يا راشد، دي طلبتها ولا انتم اللي طلبتوا مني؟ دي طلبتها ولا انتم اللي طلبتوا مني؟ قام مقدم الطايله. يا القوم، أنا عن نفسي وعن أبناء قبيلتي أختار سلوم هو مقدم الطايلة. وانا عني وعن قبيلتي ما بغينا الا المقدم محمود مقدم الطايله العرب الشناطيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. عرب الشناطيب انقسمت إلى قسمين، قسم مع محمود وقسم مع سلوم. اسمعوا، لازم واحد منكم يتنازل للطايلة. اسمع يا أبا، نحن خلاص ما ودنا في تقدمة الطايلة، وخليك أنت صاحب الفضل وتنازل لأبو القرنفل، قصدي المقدم سلوم. بس يا غيثان، اسمعوا يا الربع، أنا من حقي مقدمة الطايلة، المقدم محمود، وانتم ضحك عليكم المقدم سلوم. فكروا وشاوروا في الأمر وشوفوا من هو الأصلح للقبيلة. يلا يا الربع، يلا يا رجال، يا مقدم حمود، يا مقدم حمود، يا الربع، يا مقدم حمود، مقدم حمود. سمعوا يا الربع، المقدم حمود ما يريد لعرب الشناطيب مقدم طايلة، ولا يريد لهم مريع عشان تضحك عليكم العربان، ولكن هذا ما يصير ولا بيصير، فلازم عليكم أن تختاروا مقدم الطايلة اليوم الساعة دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. فرقتوا القوم الله يسامحكم. اسمع يا مقدم سلوم، الأمر مو بيدك ولا بيد المقدم حمود. احنا على أعراف وأسلاف من مئات السنين، والأعراف والأسلاف تقول لازم يختارون مقدم الطايلة من عرب الشناطيب، والزوم لازم منكم لازم الواحد يتنازل للثاني. راشد، افتح ذونك سواء، أنا ما أتنازل ولا بتنازل، ولا أنا من الرجاجين اللي يتنازلون. ويخدع من يقول ان احنا مطارين؟ يخدع من يقول ان احنا لصوص وقطاع طرق؟ احنا ضواري، احنا النمارة، احنا دياب الليل. ويا ويله من يوقف بطريقنا؟ يا ويله يا ويله يا ويله يا ويله. القهوة يا ويله. حاضر يا عم المقدم، حاضر. سود الله وجهك يا بطيشة، كل هذه السنين ما تعرف تحمص القهوة؟ انقلع من قدامي، انقلع يا خسيس.
شد القهوة يا ولد. تفضل يا شيخ بطيشان. سود الله وجهك كل هذه السنين وما تعلمت كيف تحمص القهوة؟ ما هو اللي حمصت القهوة يا شيخ. أجل من اللي حمصها؟ أنت اللي حمصت القهوة؟ لا يا شيخ والله ما هو أنا يا شيخ. أنت اللي حمصت القهوة؟ ما هو أنا يا شيخ. إلا من اللي حمص القهوة؟ أنت يا شيخ طال عمرك. أنا؟ إيه. يا مزيانها من قهوة، يا مزيانها من قهوة. صب القهوة للنشامة. قهوي قهوي. وش قلت يا عابس؟ بغيت ترجع قبيلتك؟ ايه بغيت ارجع قبيلتي اعيش مثل الناس عايشه بدل حياه السلب والنهب مع بطيشان. ولما انت قلبك رقيق ما تتحمل حياه المطاريد؟ من قال لك تفعل الشينه والعيب اللي يخلد قبيلتك يبعدونك. اسمع يا الرفيق عابس، رضينا ولا ما رضينا نحنا مطاريد، ولما نموت مطاريد. على قولك يا صاحبي، بس ضربتين بالراس توجع حياة الجبل ولا الغزو مع بطيشان. بس يا ويلك تقول ذا الكلام قدام الربع، يسمعه واحد غيري يوصله لبطيشان ويطين عيشتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة يا منكوب. بطيشان رجع. اسمه شيخ بطيشان شيخ المطاريد. ايه فهمت، رجع. ايه رجع. وينتظرك في الوكر. وعرب الشناطيب يبغون يقطعون راسي، لكن مهم مني وراي رجال ذيابه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبشر يا منكوب علومك. الخبر صحيح، مقدم الطايلة غانم مات واليوم دفنوه. ما دفنوه؟ وعرب شناطيب مختار مقدم طايلة جديد. لا، المقدم سلوم والمقدم حمود اختلفوا وكلا يريد هاله والقبائل اتقسمت بينهم. وبعدين ما اتفقوا وتموا يشتمون بعضهم البعض لما تفرقوا. حلو. للحين فرصتنا وجت لعندنا وبنضرب بعيرين بحجر واحد. قصدك يا شيخ عصفورين بحجر واحد؟ قلت بعيرين يا غدران. بعيرين. العصفور الأول نستغل خلاف محمود وسلوم وننقض على حلالهم وناخذه. ناخذه. والعصفور الثاني يا شيخ؟ البعير الثاني يوم ننقض على حلال القوم وهم على خلاف ما بيشكون فينا. قولوا ليه؟ قولوا مرة ثانية ليه؟ لأن القوم على خلاف بينهم وكل واحد بيشك بالثاني والنار بينهم بتقع نارين. أنا أشهد يا شيخ إنه ما في عقل بهالديرة مثل عقلك. إيه، العرب كلها تقول مثل هذا الكلام. اسمع يا غدران. إيه يا شيخ؟ من بكرة الصبح تاخذ رجال معك وما ترجع إلا وبعران الشناطيب معك. تامر يا شيخ.